تونس الدنمارك، اللقاء الأول في المجموعة متاع المنتخب الوطني التونسي. بالعربي الدخلة، ما لازمناش نخسروا. جلال القادري والملاعبية لازمهم يعملوا كل شيء باش على الأقل نكملوا ماتش نول يخلينا كامل الحظوظ، يخلينا نكملوا المجموعة بثقة، ويخلينا نحلموا اني نمشيو للدور الثاني. اصعب ماتش واهم ماتش هو ماتش الدنمارك. كيفاش وعلاش التشكيلة وكيفاش لازمنا نلعبوا وشنو لازمنا نعملوا في حلقة اليوم. ابونيفو في الشان، جامل الفيديو باش نوصلوا لأكبر عدد ممكن من المتابعين ونعمل عليكم. هذا سعيد وحلقة جديدة من شوية مونديال. عسلام، كيما قلنا الحلقة اللي فاتت، اليوم تسكرت الدنيا الكل، بلاش تنبير بلاش حتى شيء. اليوم نحكيو سيريو، اليوم نحكيو كورة، اليوم الناس الكل مع المنتخب الوطني التونسي. وأول لقاء باش نلعبوا ضد الدنمارك. الحمد لله الفريق الكل كان حاضر، استعدادات ممتازة جدا. الأصداء اللي جات انه الجو ممتاز والناس الكل مركزة، بخلاف بشير بن سعيد اللي عنده ضربة صغيرة، اللي الطار الفني والمنتخب الوطني التونسي قرر انه يخليه وما هواش باش يبدله. تقريبا الظروف الكل ملائمة المنتخب الوطني التونسي. كيف سمعنا وتأكدنا انه جلال القادري باش يلعب خطة 3-5-2. تقريبا انا نحبثها بخطة 3-5-2 دفاعيا، نكونوا سوليد، نلعبوا على الهجمة المرتدة ونكونوا حاضرين. أهم نقاط خليني نقولهم ونحكي عليهم واللي لازمنا نعملوهم. لازمنا ما نهبطوش خايفين، لازمنا نهبطوا بكل ثقة. اليوم 11 ضد 11 رغم فارق المستوى، لكن اليوم 11 راجل ضد 11 راجل، وعلى 90 دقيقة تنجم تقلع ماتش نول وتنجم تقلع ربح. صحيح اللقاء صعيب، صحيح المنتخب الدنماركي عنده الريتم وملاعبيته عندهم الريتم وملاعبتهم يلعبوا في أقوى الدوريات الأوروبية، لكن كما قلت اليوم على 90 دقيقة نجم تقلع ترحك. اليوم 3-5-2 فيها برشا سيكوريتي ديفونسيف. اليوم خاصة لازم انت دو ماتش من مزيان 15 دقيقة الأولى ولا 20 دقيقة الأولى، ما لازمناش نقبلوا حتى هدف. بشوية ندخلوا في الماتش، بشوية نسترحوا ونقدموا القدام. أكيد منتخب الدنماركي باش يغلط، هذاك علاش احنا اليوم لازمنا نعملوا 90 دقيقة سون فوت، 90 دقيقة بلاش أغلاط، خاصة دفاعية في حراس المرمى. كلنا مع المنتخب الوطني التونسي، كلنا مع الولاد اللي باش يلعبوا، كلك سواء المريول نتاعو كلك سواء اسمه. اليوم مادام المنتخب الوطني التونسي باش يلعب الكلنا وراهم. هذا المهم اليوم، ان ما لازمناش نعملوا اخطاء. لازم تكون الناس الكل تصلح بعضها، الناس الكل تكون فايقه، لازم الناس الكل تكون حاضره، خاصه انه المنتخب الدنماركي يمتاز بالرأسيات بالكر العاليه والهوائيه. احنا لازمنا ما نقبلوش من كره ثابته وما نقبلوش من اخطاء متاع التمركز، خاصه اخطاء التمركز اللي هي ديما تقتل المنتخب الوطني التونسي، اللي ديما نقبلوا منها اهداف. اليوم دفاعيا في وسط الميدان لازمنا نكونوا كومباكت مسكرين ونلعبوا بشويه ندخلوا في الطرح. وعندنا القدام اللي كاليتي نتاع يوسف المساكني، فراب وهب الخزري، مع ركنيه مع توش مع مخالفه على 18 متر، نجموا ناخذوا بونتو. وحتى كما سجلناش المفيد ما نقبلوش، المفيد ما نقبلوش. انا اليوم متاكد اذا كان طرح الدنمارك نخرجوا بماتش نول، نجموا نحلموا ونمشيو لبعيد. هذه بول 3 لقاءات، كل ماتش وماتشو. اكيد اليوم التسريبات والكلام انه خطة 3-5-2 كما قلت، بقول انه ايمن دحمان ما غير مفاجآت شكون حارس المرمى، قدامه مرياح كليبيرو، على اليمين الغندري وعلى اليسار الطالبي كدو ستوبر مساكين، على اليسار علي العابدي اللي ربح نقاط على علي معلول، ودفاعيا علي العابدي خلينا نقولوا خير من معلول. لكن بالوقت فما ماتشات اخرين باش يجيو في البول باش نستحقوا علي معلول ولابور اوفونسيف نتاعو. اليوم علي معلول ولا العابدي، علي معلول على البنك والعابدي يلعب مش مشكله، كلنا معاه. على اليمين كيف نفس الوضعيه نتاع علي معلول والعابدي، نلقاو بين دراجر ووجدي كشريده. اليوم دراجر باش يكون هو الاساسي، وجدي كشريده عنده ابار اوفونسيف، تو نستحقوا في ماتشات اخرين. قدامهم ريدو العيدوني والسخيري، زوز ملاعبيه بدنيا قواو، ينجموا في الريكوبيراسيون يعاونونا برشا، يكونوا ريدو قبل 3 التوالة ولا 5 التوالة. الحقيقة العيدوني وسخيري كانوا يكونوا اون فورم واوموجين وسانكرونيزي ويلعبوا شكون يمشي وشكون يغطي
نتصور نجموا نوقفوا المنتخب الدنماركي. حنا بعد المجبري بالاكسبلوزيفيتي اللي عنده، بالشباب، بالحيويه اللي عنده، نجم يقدم اداء كبير خاصه بدنيا وفي ريكوبيراسيون دو بال وفي لابور اوفونسيف اللي يعطيها الباس ويمشي هو القدام. ينجم يعاون يوسف المساكني ووهبي الخزري اللي باش يكونوا قدام. ممكن الجبالي في بلاصه وهبي الخزري، لكن 90-80% باش يكون وهبي الخزري. زوز ملاعبيه اكسبيريونس كبيره خاصه يوسف المساكني بالتوش تكنيك نتاعو في الان كونتر ان. ينجم يوسف المساكني يعمل الفارق. وهبي الخزري نعرفوا في الكره الثابته اختير واختير برشا. اذا كان الحقيقه الملاعبيه ال11 يكونوا مركزين وال11 يهبطوا فايقين وما نعملوش اخطاء كما قلت مع جلال القادري بلي شونجمون، عندنا برشا ملاعبيه البرة تنجم تعاون. الحقيقه لقاء على قد ما هو صعيب، على قد ما هو المنتخب اللي مقابلنا كاسح، لكن دفاعيا الدنمارك ماهوش احسن ما فما، ونجموا نباغتوا كما قلت 3 نقاط تعتبر حاجه واو، لكن ماتش نول في المتناول وما هيش حلمه كبيره. ان شاء الله الاولاد يكونوا مركزين، ان شاء الله جلال القادري يكون محضر كل كبيرة وصغيرة على المنتخب الدنماركي. ونتصور انه المنتخب الوطني التونسي عنده فريق تقني ممتاز. ان شاء الله يا ربي ماتش نول يعاوننا ويخلينا نحلموا ونمشيو لبعيد. وانت حسب رايك شنو هو اللقاء وشنو هو تكهناتك لنتيجة اللقاء؟ حط لي في الكومنتات النتيجة اللي تتكهنها. ما تنساوش تعملوا ابوني وجيم الفيديو. ربي معنا وربي مع تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.